السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن شحاتة عاشق الزمالك. نفسي في رئيس يحس بينا ويبقى الشعب المصري كده مبسوط وفي خير وفي رخاء وفي سعادة. ما يجي واحد يحب يعمل شوية بيض بحمص ولا حاجة يعرف يجيبهم. ألاقي مثلا كرتونة البيض بإذن الله تبقى ب30 جنيه ولا حاجة، تبقى في متناول المواطن المصري البسيط والمواطن كده ويعرف يجيب. مش كرتونة البيض اللي وصلت 125 جنيه و130 جنيه. كرتونة البيض نفسي تبقى ب30 جنيه ولا حاجة. نفسي في المواطن المصري ما يروح يجيب العيش دلوقتي بقى بالبطاقة، وفي ناس معهاش بطايق كمان، يعني مش عارفة تجيب العيش. ألاقي الرغيف مثلا الحر يبقى ب25 قرش، ربع جنيه. واحد في شغل، واحد في حاجة، حابة يروح يجيب ال4 تلاجة بجنيه. أربعة اللي هو عيش الخبز بتاعه مش عارف ايه، الأربعة بجنيه. مش مثلا دلوقتي الرغيف مثلا رغيف بجنيه ومش عارف ايه والكلام ده كله صعب. نفسي الاقي المواطن المصري كده يروح يجيب الرغيف الحر بربع جنيه، ب25 قرش. نفسي في رئيس يحس بينا. نفسي في رئيس يحس بينا. ابص الاقي ان شاء الله نسائل الحاجات السمك عندنا والمزارع السمكيه والحاجات دي، الحاجات السمك يرخص والحاجات دي عشان نواكب الغلاء بتاع الدواجن والحاجات ديت واللحوم والحاجات دي، والاسعار الفازه ديت المستفزه للشعب المصري. يعني نلاقي مثلا كيلو السمك البولت والحاجات ديت واللي مش عارف ايه، السمك يبدا مثلا من 15 جنيه و20 جنيه في متناول الناس. الحاجات ترخص عشان نواجه اسعار الدواجن، الاسعار الجنونيه للدواجن واللحوم والحاجات دي. من هنا هتبدا ان احنا نعرف نواجه اسعار الدواجن واللحوم والحاجات دي. ترخص البيض يرخص والفراخ ترخص والبط والوز والحاجات دي ترخص. نبص مثلا نلاقي اللي يروح يجيب فرخه مثلا معاه 50 جنيه، يعرف يجيب فرخه ب50 جنيه ب60 جنيه، فرخه حلوه كده 2 كيلو مش عارف ايه كيلو. نفسي في رئيس يحس بينا، يحس بمعاناة الشعب المصري، المواطن المصري الطيب البسيط اللي بينزل يروح أكل عيشه وشغله وبيرجع مثلا معاه 50 60 جنيه. طب ده يعمل بيهم إيه ولا إيه ولا إيه؟ هيجيب منين؟ اللي زي ما قلنا قبل كده اللي قاعد في إيجار وعنده أولاد في مدارس وفي دروس ومواصلات ومصاريف الأكل والشرب والمتطلبات الحياة، حاجات صعبة أوي على كائن المواطن المصري. فنفسي في رئيس يحس بينا. نفسي في رئيس يحس بينا، يشوف كل حاجة لمعاناة المواطن المصري. وأطيب وأحلى شعب هو الشعب مصر، والخير كله في أرض مصر. فنفسي في رئيس يحس بينا، يكون بجد هو عارف معاناة الشعب المصري ومعاناة المواطن المصري، وينزل يحط إيده على مواطن الأمور ويخف الضغط على المواطن المصري وعلى المرأة المعيلة من هنا المواطن هيحس بالرخاء والسعادة والحاجات ديت كده. كلمة يعني بجد كلمة نفسي في رئيس يحس بينا، أتمنى بجد والله أيا كان بقى مين هو يبقى الرئيس، بس نفسي بجد في رئيس يحس بينا. المواطن المصري ينزل معاه 50 60 جنيه هيعملوا له، هيعرف يعمل بيهم أكلة جميلة اللي هو عاوزه، الحاجات كلها في المتناول. وبص راح أجيب مثلا عيش حر، أعرف أجيب الرغيف ب25 قرش. سلام كتر خيركم. عاوز اجيب اعمل سمك النهارده 50 60 جنيه، هيعرف يمشوني، اعرف اعمل اجيب كام 2 كيلو سمك ولا بتاع مش عارف ايه وكيلو رز زي زمان. نفسي مثلا ده يرجع يقول لك يا عم ده في البيت زي الرز. نفسي زي البيت زي الرز والمكرونه كانت كده، ما عادش. دلوقتي بقى صعب على الواحد يعرف يجيب كيلو مكرونه ولا كيلو رز ولا مش عارف، مش خلاص الناس خلاص ربنا يكون في عونها. فنفسي في رئيس يحس بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن شحاتة عاشق الزمالك. نفسي في رئيس يحس بينا يا رب، الحاجة ترخص وتبقى الدنيا جميلة مع المواطن المصري، ويبقى عايش في سعادة وفي رخاء ونزاهة، وميبقاش فيه حاجة شاغلة دماغه، والدنيا تبقى بسيطة ويعرف يبص لأسرته والكلام ده كله، والدنيا تبقى جميلة، والأطفال يبقوا سعداء في البيت مع وسط أسرتهم.
والده ووالدته والناس دي كلها، وتبقى الناس كلها ان شاء الله المصريين في خير وسعاده وامن وامان وسلم وسلام باذن الله. نفسي في رئيس يحس بيه.